الإعلامي المهندس سائد السردي، واليوم رح أحكي معاه عن العادات القديمة والجديدة اللي لها علاقة بالزواج عندنا هون بالمجتمع الأردني وحتى في المجتمعات العربية. يعني أنا وسائد اليوم رح نبحر في عالم العادات والتقاليد القديمة والجديدة. أهلا وسهلا فيك سائد. الله يسهل أمورك ويعطيك العافية وصباح الخير. يسعد صباحك يا رب. من خلال شاشتكم نصبح على الأردنيين جميعا ونصبح على أخواننا في الوطن العربي. والله يعطيك العافية. الله يصبحك بالخير يا رب يا سائد. سعيد جدا بالوجود معك. وانا والله من امبارح بس عرفوا، يعني في عندي يعني عائلتي والناس اللي يعني معاي بتلاقيهم اول ما عرفوا انه انت معنا اليوم ضيف كلهم سلمي على سائد سلمي على سائد. الله يسلمك. مشهور والله ما شاء الله على التيك توك وعلى الانستغرام. يعني احكي لي شوي بس هيك قبل ما نفوت احنا عن سائد. يعني اليوم من وين عم بتجيب افكارك وطريقتك المحتوى اللي بتقدمه على السوشيال ميديا؟ الآن في الفترة الحالية أنا صانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي عن عادات وتقاليد أهل البادية. ما اختصيت لبادية معينة وإنما يعني البوادي العربية بشكل عام. جاءت الفكرة هذه من أنا وصغير. شو أسوي؟ وين ما في الأطفال يلعبون أنا أتركهم، أنا أروح على قعدات كبار الله أسمع منهم. حلو. فيعجبني كلامهم ويشدني كلامهم، يعني فأحب إني أسمع منهم أتعلم. بعدين خاصة إذا جاء شايب وقال مثلا والله هك السنة، يعني بهذيك السنة أنا مباشرة يعني أقول له خلاص كمل وأصير أسأله. فأحب إني أكتسب المعلومات الخاصة بالبادية يعني. لا هذا إشي كتير مهم على فكرة. رح نحكي فيه أنا وياك عن موضوع السوشيال ميديا وأهمية الكونتنت أو المحتوى صح. اللي الناس اليوم للأسف عم تتوجه لها، بس مش هذا موضوع أنا وياك. إحنا محضرين إشي تاني إشي أحلى بما إنه اليوم يعني خلينا نقول نهاية أسبوع هو موسم كمان. يعني الصيف إحنا بنعرف هو موسم صحيح. للزواج والمناسبات السعيدة والأفراح والخطوبة وإلى آخره. فخلينا نرجع هيك أنا وياك ما بين زمان والحاضر اليوم اللي عم نعيشه. واليوم بدنا نخص بالتحديد الحديث عن البدو، يعني ما بين العادات والتقاليد. يعني خلينا نحكي عن أول شيء، أنا سمعت إنه في أنواع مختلفة من الزواج عند البدو. صحيح صح؟ نعم. احكي لي إياهم نوع وشو هم. تمام. يلا. بالنسبة لأنواع الزواج عند البدو هي 4. تمام. أشهرهن المتعارف عليه اللي هو الزواج العادي التقليدي. الزواج العادي التقليدي اللي هو الزواج اللي فيه يعني ناس يروحون يطلبون أهل العريس يروحون يطلبون البنت ويتفقون على مهر والى آخره، والفرح اللي يتم اللي احنا كنا نعرفه يعني بالشكل الطبيعي والتقليدي. أوكي. الزواج الثاني اللي هو طبعا هذول الثلاث أنواع الأخرى يعني اختلقوا أهل البادية. تمام. والله هي فيها يعني خلينا نقول شكل خاطئ، يعني هي تعتبر من العادات السلبية صراحة. قول. تمام. اللي هي زواج غرة ميدة وزواج البدايل وزواج الخطف أو الخطيفة. هدول هم 3 مع بعض؟ هدول الثلاث الثانيات. أوكي. هو الزواج المتعارف عليه هو الزواج التقليدي الزواج العادي، ومن ثم عادي عندك اللي هو زواج البدايل زواج غرة ميدة وزواج الخطيفة. نبدأ واحدة أنا متأكد أنت ما فهمت علي. بدي مترجم هلا مبدئيا بس يلا واحدة تفضل. نبدأ بالزواج الأول اللي هو زواج البدايل. يجي الشخص يزوج أخته لشخص ثاني لصديق له أو لقرابة له مقابل أنه يتزوج أخت هذا الشخص. يعني كل وحدة بديلة للأخرى. سائد ارجع عيد عشان أركز معك. تمام. معلش أنا بدي أعتذر منك. يلا من أول الزواج البدايل. زواج البدايل يلا معك. الزواج البدايل أنه الشخص يزوج أخته لشخص آخر. تمام. مقابل أن هذا الشخص يزوجه أخته لهذا الشخص الأول. يعني هذا يعطي أخته لهذا وهذا يعطي أخته لهذا. أوكي. وكل منهن مهر للثاني. تمام. هذا أول شيء يعني خلينا نقول سيء. تمام. إنه كل واحدة مهر للثاني ما يجوز. المهر واضح في الشرع الإسلامي. فهمت عليك. هذا 1. 2 إنه المشكلة إذا زعلت الأولى، إذا زعلت أخت الرجل هذا بدها هذيك تطلق. هذيك تزعل وتجي تحرد عند أهله. وزيادة على هذا الكلام إذا طلقت هذه تمام بخطأ وهذيك من غير أي سبب من غير أي خطأ يطلقونه ويرجعونه. ليش؟ رد اعتبار واجب. فندخل الآن بالحرمة يعني. وهذا الشيء حرام وغير جائز. موجود؟ بل بدأ يختفي يعني. الآن ما في من زواج البدايل قليل. هلا احنا بدنا نكون شوي صريحين وواقعيين. يعني انا بعرف شوي الموضوع شوي حساس نوعا ما. بس معلش بدنا كمان ما احنا نسلط الاضواء. لما بنقول اليوم انت اعلامي واحنا اليوم من خلال قناه اعلاميه فاحنا لازم نسلط الاضواء صحيح. حتى لو عادات ايجابيه وعادات سلبيه عشان كمان الناس تتوعى. يعني أنا اليوم اول مره بسمع فيه هذا الموضوع اللي هو زواج البدايل اللي هي هلا احنا عندنا عاده بعمان خلينا نقول او بشكل عام بالمحافظات عادي. لو انا اليوم اختي بدها تتجوز شو بسموه اخو جوزي اللي هو بيكون سلفها بسموه. لا ايوه هاي بلشنا نلخبط. الان هذول شخصين، هذا يعطي اخته لهذا وهذا يعطي اخته. فهمت. المهر انه الاثنين يتجوزوا بعض. ما في مهر خلص. ايوه حقوق ما في مهر مادي. ما في مهر. هذا الانثى مهر
لهذا الانثى. في مؤخر؟ لا ما في اي شيء، ولا شيء، ولا اي حقوق. خلص زوجني اختك ازوجك اختك. تمام. واذا هذه زعلت هذيك بدها تزعل، هذيك تزعل، واذا هذه طلقت هذيك تطلق، حتى لو الثانيه ما عليه حق، حتى لو انه مثلا متفقه مع زوجه، حتى لو انها عايشه مع زوجه باستقرار ومتفقين، تطلق وترجع لبيتها. طيب هلا اللي متفقين، معلش بدي افوت بالتفاصيل معك سائد، اللي متفقين وبحبوا بعض، خلص هو جوزها وحبوا بعض، هذيك اتطلقت من جوزها، تلقائي بيطلقها ولا بيروح اخوه وعيلته بيقولوا له طلقها لانه اخوك طلق مرته؟ افهم. مجتمع الباديه مجتمع صعب للامانه، اكيد. تمام. فثقافه العيب موجوده مباشره. وهذه ترى ثقافه العيب لها ايجابيات صراحه ولها سلبيات. الايجابيه فيها انه ثقافه العيب كانت تردع بعض الاشخاص، تمام، عن ارتكاب اي خطا بالمجتمع ابدوي يعني بشكل عام. ومن السلبيات، تمام، انه اذا صار موقف مثل الموقف هذا لازم رد اعتبار. فهم يرون الان العيلتين، اللي هو سواء هذا الاخ اللي يعني اللي طلق او اللي متفق مع مرته او زوج هذه الانثى، تمام، تلقينهم يتعايرون، يصيرون يعني خلينا نقول حديث علكه بثم الناس. والناس ما تتركهم بحالهم. طلقه يا رجل، هذا طلقوا اختك ومخلي اختهم عندك، طلق فيطلق حتى لو بحبها. نعم حتى لو. بس هاي العاده عم تختفي شوي شوي. هي مختفية الان يعني نادرا. طيب الحمد لله، نادرا. الحمد لله. انا يعني اذكر، تمام، من خلال حديث الاهل اذكر انه كان هذا نهايته كانت في التسعينات، بال2000 يعني ما اعتقد يعني شيء خفيف، والحمد لله الان ما فيه. طيب الزواج اللي وراه اللي هو هذا وهذا شوي شوي وانت بتحكي الله يخليك عشان استوعب. شوي تكرمي الله يخليك. عادل، النقطة اللي مي واضحة للمشاهد ومي واضحة لكم، ما أنا عارفة سعد، والله أنت روحك حلوة ما شاء الله عنك، وعندك هالطاقة الإيجابية الحلوة، ومتفهم ومحاور يعني رقم واحد عندنا، خلينا نقول. هذه شهادة أنا أعتز. الله يخليك يا سعد. احكي لي الزواج اللي بعد زواج البدايل إيش هو؟ تمام. النوع الثاني يعني. كان عندنا الزواج التقليدي اللي هو متعارف عليه، زواج البداية اللي شرحنا عنه. الزواج الثالث زواج غرة يده. في حالات الدم، نسأل الله تعالى أن الله يبعد عننا البلاوي. اللهم آمين. في حالات الدم يعني إذا صار قضية دم، الآن في بعض الناس يتجه إلى حل مثل الحل هذا بزواج غرة يده. في بعض الشعوب، تمام، البدوية والعربية يسمونه اسم ثاني اللي هو غرة المدة أو مدة مباشرة. احنا في مجتمع البادية الأردنية، تمام، نسميه غرة يده. هم يعني اللفظ عندهم ميده. والله هي بالاساس جايه غرة ميده. جايه من المده. تمام. المده اللي هي تنمد مقابل حل او صلح بين العشيرتين المتنازعين او المتخلفين او المختلفين من خلال الحادثه اللي صارت. حبيت المختلفين، انا اسف، زلة لسان لكل جواد انت لو شفتني اول ما بلشت البرنامج ولا حدا فهم مني كلمه لحال سكريتي كانت اللغه. كمل يا سعد. فزواج غرة يده الان اذا اهل الجاني هو المرتكب للجرم، اللي يكون قتل شخص، الله يعافينا ويبعد عننا. آمين. الان يطالبون اهل المجني عليه بحل او بصلح او الاتجاه او مماشي رجال. الان هم من ناحيه الصلح ممكن يطلبون اللي هو زواج غرة يده. في حال مثلا تعسرت الاساليب الثانيه للصلح، وممكن مثلا لا يملكون شيء، او مثلا زي فديه مثلا، او اللي هي المده. نعم، يعني زي هيك تقريبا. نفس المبدا، او التعويض او الى اخره. وهذا اصلا المد ليس تعويض، المد لحل النزاع، لحجب الدم، لاخفاء الثأر، تمام. فيطلبون من عشيره المجني عليه، يطلبون اللي هو زواج غرة يده. كيف؟ انه احد اقارب الجاني يزوج وحده من خواته، او وعلى الاغلب وحده من خواته او وحده من بناته او اقاربه، يزوجه لاقارب المجني عليه، اخ المجني عليه. تجيب له ولدين، تمام، من غير طبعا لا مهر لا حق ولا شيء، زواج ياخذه من بيت اهله، تمام، قريب المجني عليه اللي هو المتوفي او اللي صار عليه الحادثه، يتزوجه من غير اي مهر ولا شيء، يتزوج ياخذه من بيت اهله ويجيبه وين؟ لعنده. تنجب له اول ولد، الثاني ممكن اذا تركوها على راحتها، اما هو بالمتعارف عليه اول ولد. بعد هذا ترجع البيت اهله من غير ولا حق ولا شيء، وياخذون الولد اللي هو ولد لهم للقبيله هذه او للعشيره هذه، وترجع من غير اي حق، ما له لا حقوق ولا مهر ولا اي شيء، خلاص ترجع البيت اهله. موجوده لهلا هاي العاده؟ برضو يعني الحمد لله اختفى. انا طبعا انا بس للتوضيح يعني انا فهمت عليك، وكانهم عم بيحاولوا
يعني زي انه يعني خلص ما هو عملوا جريمه، وخلينا نقول انه ولد من اولاد هاي العيله مثلا البدويه توفى بسبب هاي الجريمه، الاهل الجاني بيجوزوه واحده من بناتهم يعني لاحد اقارب المجني عليه كبديل، يعني انه انجبت لنا ولد عن اللي راح، بديل عن اللي راح. وحتى لو توفقوا بالحياه الزوجيه ممنوع الظلم، خلص ممنوع الا نادرا بناء يعني على اتفاق بينهم بين العشيرتين. نادرا يعني صارت حوادث نادره مودا نذكرها، صارت حوادث نادره انه ممكن انهم يكملون حياتهم. تمام. اما بالفعل ما يكملون حياتهم. كمل لي بالله. الان في للتوضيح للمشاهد خذ راحتك في الباديه. تمام. في كل المجتمعات العربيه في عادات وتقاليد وقيم ومبادئ طبعا. تمام. بعض الاحيان تمام ممكن انه يكون في بعض العادات والتقاليد لظرف معين تمام ممكن انه يكون بعيد شويه عن الشرع والدين. في عادات سلبيه، نعم في عادات سلبيه تقريبا خلينا نقول منها الزواجين هذولا منها. طب ما انا بعرف انه يعني وهذا معروف يا سائد، معلش خلينا نحكي بشكل صريح، يعني البدو هم ناس متمسكين جدا بالشريعه وبالدين وبكل تعاليم ديننا الاسلامي اليوم، صح ولا لا؟ فانا بستغرب انا ليش صافن وانت عم تحكي ومستغرب. اعتقد حتى كمان بتوصلك تعليقات على عندك على مواقع التواصل الاجتماعي انه معقول في ناس مثل هيك يعني مثلا او عايشين بهالطريقه، مع انه احنا بنعرف انه قديش في عندهم حاله يعني متمسكين بتعاليم ديننا الاسلامي. اهل الباديه للامانه هم متمسكين بالقيم والمبادئ والعادات والتقاليد بشكل كبير. اوكي تمام. الان بحكم طبيعه حياتهم يعني خلينا نقول هم في الباديه ورحل ويتنقلون، بعيدين شويه عن خلينا نقول بالفترات السابقه بعيدين شويه عن مجالس الدين او عن الدعاء اللي ممكن يعلمونهم مثلا خلينا نقول او يوجهون، واحيانا قد يكون يعني في بعض الامور يجهلون به. تمام. فيستحدثون احداث او بعض العادات والتقاليد تمام اللي تناسب بيئتهم. فهمت عليك. اللي تناسب بيئتهم. فمن ضمن هذه الثلاث اربع عادات تمام فيها شويه يعني خلينا نقول سلبيات، لكن الحمد لله الان توعوا، وكثير من القضاة الان في عندنا بالباديه يسمى قاضي القلطه. قاضي القلطه هو اللي يسن ويشرع القوانين تمام الخاصه بالقضاء العشائري بناء على الطابع الجديد. طيب الحمد لله بناء على الطابع الجديد. شيء ممتاز. نعم. طيب خلينا نكمل الزواج الرابع. الزواج الرابع هو زواج الخطيفه او الخطف. هذا الزواج انه بعض الاحيان في عقول صعبه شويه، فقد يعني مثلا يمتنع اهل البنت انهم يزوجون بنتهم لهذا الرجل، او يمتنع مثلا اهل الرجل انهم يعني يقبلون ان هذا الرجل يتزوج بنت معينه، فممكن يصير في شويه صعوبه وتشدد يعني. فيلجؤون الى انه البنت والولد تمام يتركون اهلهم ويروحون لعند شيخ. هم بيتفقوا البنت والولد. نعم يتفقون يروحون لعند مثلا قاضي او شيخ او وجه ربعه، طبعا من غير اي شيء سيء يعني ما يمسه ما يقرب له، يحافظ عليا يعني كأنه اخته. تمام. لحد ما يتزوجه. وين بتكون البنت؟ ظل امانه برقبته. نعم. بس تطلع من بيت اهلها، بس تهرب او تروح من بيت اهلها بدون ما حدا يدرى، وين بتروح عند شيخ؟ لعند شيخ او كبير ربعه او وجه عشيره. تمام. هو بيحطها عنده بالبيت. هو الان يقبل دخالتهم. هذا الان نجي احنا لنوع من انواع الدخاله. اوكي. الان يزوجونهم. يزوجهم الشيخ، واجب عليه. تمام. يزوجهم. الان في بعض الاشخاص او بعض الشيوخ ممكن انه يامنهم بيت، يامنهم بيت شعر، يامنهم مسكن مأوى لحد ما ينحل الخلاف ويرجعون لاهلهم. تتوقع انه بنحل الخلاف من حسب القصص اللي سمعتها او مثلا تنحل بعد ما ينعلن او يصير اعلان رسمي انهم تجوزوا وكل العشيره مثلا تدرى انهم هم تجوزوا؟ صار الفاس بالراس عادي. اكيد ودهم ما بتزيد الطين بله زي ما بيقولوا، يعني ما بيصير في خلافات او مشاكل. قاعده شواذ ممكن يصير يعني. طيب نيجي على العادات والتقاليد عندنا، ما احنا بدنا نقارن هلا بين هون وبين هناك، يعني بين عندنا المحافظات وبين عمان مثلا. احنا عندنا بالاعراس معروف من زمان حتى مثلا انه كل شيء على العريس في البدايه طبعا بيجي هو انا بحكي عن الزواج التقليدي، صح ولا لا؟ نعم احنا خلينا نركز على الزواج التقليدي. باقي الزواجات هي عادات سلبيه. عادات سلبيه، عادات خاطئه احنا ولا نسمح بها الان تكون المجتمع. خلينا على الزواج. لا احنا في عندنا كمان اللي هو حتى لو هي تعرفت عليه مثلا حبته وحبها، يعني كمان خلينا نقول شو عم بيصير، مش بس زواج تقليدي عندنا، لكن بيرجع سائد
نفس عاداتنا وتقاليدنا. يعني انا اليوم تعرفت على شاب حبيته وحبني مثلا، بيجي من باب البيت، مش بسموها من باب البيت، بدق باب البيت. صحيح. وبيجيب اهله، بيتعرفوا العيلتين على بعض والى اخره، بصير الاتفاق على المهر والمؤخر والمقدم والجهاز، وين العرس، شو بدنا نسوي، وين نروح شهر العسل، صح ولا لا؟ هذا يندرج تحت الزواج التقليدي. وبيعملوا خطبه. في ناس بيجي بتقول لك الخطبه على اهل العروس، في ناس بيجي بتقول لك لا، الخطبه على العريس وعلى والزواج او العرس على العروس، على العريس، صح ولا لا؟ وفي ناس بتيجي تقول لك لا، انا بالنسبه لي الخطبه على اهل العروس والعرس على اهل العريس. في ناس تيجي بتعمل شو اللي هي الحفله من الجمعه للجمعه، بضلهم احتفالات. ما بعرف هي موجوده عند البدو لهلا ولا لا؟ سابقا نعم كانت موجوده، كانوا اسبوع كامل من السبت للسبت، وليس من الجمعه للجمعه، من السبت للسبت على فرحه واحده. طبعا المقصد بالفرحه الوحده مثلا يوم يسهرون للصبح، الوجه الفجر، هجيني، ربابه، الله. تعاليل، سهرات، جمعات، يفرحون بهذا الشخص. الفرح زمان كان له هيبته. له هيبه، نعم. بس على الفرح الان ساعه عدم المؤاخذه، واذا كان ربع ساعه افضل بعد عندهم. حتى عند البدو؟ لا الان بحكم الاوضاع اللي صارت والتطور الحاصل. تمام. التطور والوضع الاقتصادي له دور اكيد. انت الان لما قلتي لي انه مثلا اهل العريس الهم مثلا الزواج وتكاليف الزواج، وانت تكاليف الخطبه. كان زمان العريس يستحي، او اهل العريس يستحوا يخجلوا انه يجي يقول لك الخطبه عليكم. هم متكفلين بكل شيء، هم متكفلين بكل شيء. هلا صار متعارف عليه الاغلب عند العائلات، وانا ما بعمم، صار متعارف عليه انه لا، الخطبه على اهل العروس، عشان يوفروا شوي كمان ويهدوا الوضع شوي، لانه الوضع الاقتصادي بده يكون اكيد يعني على العريس واهل العريس. سالتي حالك السبب وين؟ يعني قصدك يلا سالت حالي ليش انه ليش هذا السبب كان وصار الان، وصار هلا زي اللي واجب او فرض صار لا صار ما يعني يقسم بين الاثنين. ليش قبل بس هو العريس اللي قايم بهذه التكاليف وقايم بكل شيء؟ ما هو الوضع الاقتصادي ولا غير الوضع الاقتصادي، جمعت الناس، فزعت الناس. يعني قبل العريس لا نوى يمشي، لان قبل في العونه. العونه انه لا صار الزواج شيء يفزع ببيت شعره، بيت الشعر، وشيء يفزع مثلا بذبايحه. هذول اهله، القبيله، مو شرط يعني انه ابناء عمومتك، القبيله كلها صار فرح عند فلان كلها تفزع. انا اذكر لحقت للامانه، انا لحقت عندنا بالباديه في محافظه المفرق، لحقت عندنا اللي كانوا يودون شوالات الرز 50 كيلو 25 كيلو يفزعون. هذا يعني والسكر امتى انا لحقته بال 2007 2008. طب يعني بس انا كنت صغير يعني ذيك الفتره، بس لا كنت اشوف اللي هو كانوا مثلا يفزعون بالرز، بالسكر، باي شيء ممكن يساعد خلينا نقول المتزوجين او يساعد اهل العريس يفزعون. وكان في فزعه. اما الان الظروف الاقتصاديه، شويه العلاقات الاجتماعيه، العلاقات العائليه صارت شويه الان يعني ما هي مثل اول. هلا احنا عندنا يعني خلينا نقول يعني بعمان، انا بحب احكي عن عمان لانه انا يعني انا عايشه بعمان وعارف العمان، سواء عمان الغربيه ولا عمان الشرقيه، يعني بالنهايه هي نفس العادات والتقاليد. صار في تفرقه بين الاولاد، في تفرقه بين الاخوان، بطلت العيله زي قبل مترابطه. ما بعرف هلا انت حكيت نفس الشيء عم بتصير عند البدو، مع انه البدو عندهم هاي الشغله اساسيه، هذا ممنوع يعني. مش كل انا ما قلت انه لا، انه خفت او صارت يعني نوعا ما اختلاف عن الترابط مش زي قبل. الترابط اللي قبل كان يختلف عن الترابط اللي الان، وانا يعني الكل ممكن يأيدني بهذا الكلام. الترابط صار يختلف عن قبل. يعني قبل عدم المؤاخذه القبيله كامله مسؤوله عن كل افرادها. إذا صار أي فرد والله لو إنه مهما كان وقفوا معه، كل القبيلة تفزع. اللي له واللي ماله، القريب والبعيد، كل القبيلة تفزع. أما الآن عدم المؤاخذة إذا صار مع الشخص شيء مثلا أو يحتاج الآن إلى موقف كذا، فممكن تجدين يعني أقارب اللحمة اللي هم داخل العشيرة أو داخل الفخذ من القبيلة وليس القبيلة كاملة. أما قبل يعني التعاون والفزعة كانت بشكل أوسع وأكبر. طب أنت بتقولي من سنة 2007 كانوا الناس أنت على يعني شوف عينك. كنت تشوفهم وقت العرس والاحتفالات يجيبوا شوالات الرز والسكر ويساعدوا. هلا ما في منه هذا الحكي. لا ما في الآن. النقود قديش مثلا بتعرف تكلفة مثلا؟ يعني قديش كل حدا بينقط يعني المبلغ حسب يعني خليني أعطيني الحد الأدنى والحد الأعلى. الجودة من الموجود، في بعضها منقط 1000، في بعضها منقط 10 دنانير 5 دنانير. يعني ما في رقم مثلا معين لا يفتحوا منه مثلا يجي هذا نوع من أنواع الفزعة. تمام. إنه بحيث يعني ممكن نغطي الالتزامات اللي عليه. تعرفين الآن بعض اللي يقدمون على الزواج يعني يحط على حاله حمل كبير من الدين، تلقينه متدين قروض وإلى آخره. فنوع من أنواع المساعدة ترى هذا الشيء. تمام. كمان تفضل.
نرجع لعمان. انا بدي اضلني بين عمان والمحافظات بشكل عام وبين البدو، بدي اضلني اشوف شو في عن جد شغلات بيننا وبينهم قريبه وشغلات بيننا وبينهم لا ملهاش دخل. اليوم عند البدو بجوز ما بيقبلوا ابدا انه العروس او اهل العروس يتكفلوا باي شيء نهائيا. الغالب نعم. اعتقد هيك. نعم. عندنا هون لا، ما احنا عم نقول لك هلا صار في تغيير انه الخطبه لا، هلا هي خطبه مع يعني بيكون العريس قاعد هو وامه وابوه مثلا، وهم عم بيتفقوا مع العيله، مع عائله العروس على ايش بدنا نعمل بالخطبه، ايش بدنا نعمل بالعرس الى اخره. بيكون العريس واهل العريس عارفين انه الخطبه عليكم، خلص هي صارت واجب على اهل العروس والعروس انه الخطبه عليكم. تجهيز البيت ما تجهيز البيت لا، على العريس من الالف الى الياء، صح؟ هيك نفس الشيء كمان عند البدو. العرس معروف للعريس واهل العريس. طيب بالنسبه للعدد ما بين العروس واهل العريس واهل العروس، في فرق بالبدو عنا مقارنه بعنا ولا نفس الشيء؟ عدد ايش بالضبط؟ يعني عدد المعازيم. طبعا. قول لي. بالباديه شو الفرق ما بين خلينا نقول المدينه والباديه؟ تمام، هم كلهم خير وبركه، لكن في المدينه المعرفه قليله، يعني خلينا نقول محدوده، بينما بالباديه لا، واسعه، نطاق واسع. يعني اللي ما يعرفك يعرف اخوك، اللي ما يعرف اخوك مثلا يعرف اقصى واحد بالقبيله وده يجي من هناك وين، خلص يعني واجب عليهم، واجب الفزعه والوجود واجب. فهو الان الانسان عندنا بالباديه لا صار مسوي عرس لولده، خلينا نسولف قبل، تمام، ومع فزعه يعني ابناء قبيلته والناس من حوله والقرايب، واجب انه يعني خلينا نقول يغطي كل التكاليف ويغطي كل الالتزامات الخاصه بالعرس، وخاصه انه واجب عليه انه الوجه فتر، واجب عليه انه يبيض وجهه. صار جو يعني ناس وكذا هم يعرفون اهل الباديه هذا الامر، يعني بسبب تواجد عندنا الحمد لله الحلال وكذا سابقا ما عندهم مشكله. ما عندهم مشكله. يعني الان ايش اكثر شيء مكلف يعني اللي هو الذبائح. صحيح. تمام، فهو موجود هذا الشيء. فما يعني ما يهكلون هم خلينا نقول كثره المعازيم، بالعكس ينبسطون. لا صار موجود مثلا ضيوف كثير والناس كلها يعني جت ينبسطون بالعكس. كانوا دائما لما بنحكي عن البدو كان دائما يقول اللي بيميز البدو بساطتهم. نعم. موجودة لسه البساطة هاي، سواء في التعامل، في الحياة، في المناسبات، حتى في المناسبات خلينا نقول في الأتراح، يعني هلا بنحكي عن المناسبات السعيدة حتى بالأتراح. هل موجودة البساطة ولا بتحس إنه بلشوا كمان هم يبعدوا عن البساطة شوي؟ لا ما أعتقد إنه يبعدون عن البساطة بشكل كبير. ليش؟ الآن صحيح إنه إحنا بمساكن ببيوت كانت قبل الحديثة. تمام. وصحيح إنه في عادات قاعد يعني خلينا نقول يعني تتلاشى. شوي تدخل علينا. تمام. وعادات كثيرة صراحة، وخلينا نقول شويه نومت العادات اللي احنا متعارفه عندنا والمبادئ اللي احنا نعرفها سابقا، يعني غيرت. بس البساطه موجوده. بسيطين حتى رغم انهم الان يعني خلينا نقول في مساكن، البساطه موجوده والبساطه حلوه. شو العاده اللي انتقلت للبدو من المدن؟ صلاه الاعراس مثلا. ايوه، صلاه الاعراس بعمره ما كان عندنا صلاه اعراس. صلاه الاعراس شيء حديث يعني. وله ايجابيات وله سلبيات. تمام. بس في شويه يعني خلينا نقول اختيار خاطئ من بعض الاشخاص. والله فعليا ما في اللي هو الصاله قبل بيوت شعر تنبنى، صيوانات تنبنى، الفرح فعلا فرح يعني له نكهه وله طعم يعني ممتاز، تحس انه فعلا في فرح. مو الان لما تروح انت تشارك واحد فرحته بس انه مجرد قيام بواجب تروح تنقطه وتروح. بس انه واجب بدك تخلص منه. بينما قبل لا، فرحة يعني فعلا تكون الفرحة عارمة. ما احنا بنقول لك اسبوع، انا اللي بعرفه اسبوع كامل. نعم، كان من السبت للسبت. الاعراس هلا ممكن تصير مختلطة عند البدو ولا صعب؟ ما انت لا تعتقد انه ممكن مثلا تفوت هاي العادة؟ طب ما هي الناس عم تتغير، ما هي بتقول هلا صار احنا نسأل الله، بس على الاغلب الان صعب يعني لسه محافظين على موضوع انه عدم الاختلاط بالاعراس. حتى عندنا العريس مثلا لما بيعملوا خلينا نقول الاعراس هنا بتكون عباره عن مختلطه، اغلبها مختلطه، وفي منها طبعا بحبوش انه يكون مختلطه. بتلاقي العريس مثلا بس بفوت عشان ياخذ صحن الحلو بيسحب حاله وبيطلع، يعني ما ملوش دخل بالحريم ولا له دخل بالنسوان ولا له دخل بشيء. هو عندنا العريس تمام يدخل اللي هو يلبس. أيوة، على اللوج يلبس العروس ويسحب حاله ويظل طالع. تمام. وحتى يعني انا زمان مش حاضره اعراس، بحاول اتذكر معك ايش بيصير. هذا موسم الان. انا مش زمان مش عم بحضر، الله وكيلك ما عم بحضر. فالعريس يروح على اللي هو خلينا نقول اللوج او صاله النساء. تمام. يروح يلبس العروس، والحلوه انه قرايب العريس مثلا ينادن على البنات الموجودات انه العريس جاء، فكل وحده تتغطى وتجهز نفسها. تمام. بحيث انه العريس يعني يقوم بواجبه ويظل طالع ويكون مرتاح وهو داخل. نعم. بس انه الاختلاط والله صعب. صعب. نعم صعب. وعندنا الفكر للان. تمام.
انه الاختلاط صعب. طيب انا مضطره اسالك هذا السؤال، المسلسلات البدويه سائد ليش عملت هيك؟ عدائي لهم انا. عدائي لهم. عدائي لهم. نعم. على فكره انا يعني انا طرحت السؤال لانه انا عندي كمان شويه انتقادات على المسلسلات البدويه. نعم. انت عدائي لهم بدي صريح. عدائي لانه احكيلي. المسلسلات البدويه الان بدات تتعدى الخطوط الحمراء. تمام. بالنسبه لنا كبدو يعني حلو. بدات تتعدى الخطوط الحمراء. اظهروا المراه بدويه على ان للامانه على ان على الغدير 24 ساعه ما لا غير الحب والعشق. المراه بدويه شريفة عفيفة. المرأة بدوية فيها واجبات، تقوم بواجبات وتتحمل مسؤوليات في البيت بدوي يعني بشكل كبير، مو بالشكل اللي الآن قاعد يظهر بالمسلسلات البدوية للأمانة. أيضا الزي العربي الأردني في البادية الأردنية يختلف اختلاف تام، ولا في قطعة بالمسلسلات تشبه قطعة يلبسها أهل البادية الأردنية. أنا أسولف بكل صراحة. وعلى اي اساس؟ طب يعني حتى يعني اللي ما راحوا على الباديه نعم. وما عاشوا بالباديه ولا شافوها، بس بشوفون، احنا بنشوفهم من وراء المسلسلات. فاحنا لما انا اليوم بشوف الزي البدوي انا باخده خلص. حتى بيوت الشعر البدويه مثلا انا بشوفها من المسلسلات، لان انا ما عندي خلفيه. في الباديه الشماليه والباديه الوسطى يلا والباديه الجنوبيه صح؟ كل البوادي هذه الثلاث من اولها لاخرها ولا يمكن تلقين الزي الموجود بالمسلسلات غير الزي. اللهم صل على محمد. بعض التصرفات بالقضاء العشائري، بعض الأعراف الموجودة في القضاء العشائري في أخطاء كبيرة المفروض يعني عدم المؤاخذة. أوكي هو مسلسل درامي. أنا قبل مرة تناقشت مع أحد الممثلين وصار نقاش حاد بيني وبينه أنه يعني خفوا علينا شوية، يعني خلونا نظل شوية نتابع بعض الأمور. يعني قبل كانت المسلسلات البدوية حتى لو في بعض الأخطاء لكن فيها نكهة جميلة يعني وتحاول تظهر يعني البادية على وجهها الصحيح، خلينا نقول لو بنسبة 60%. بينما الان لا، تعددت الخطوط الحمراء. فصار نقاش بيني وبينه انه ايش اللي تسوونه هذا؟ يقول لك احنا هذه دراما، انا ما قاعد اسوي فيلم وثائقي. طيب دراما عدم المؤاخذه، احترم هالبشريه اللي قدامك، احترم هالناس اللي قدامك، احترم هذا المجتمع البدوي. يعني عدم المؤاخذه المجتمع البدوي يشكل يعني نسبه كبيره من ابناء الباديه، من ابناء الأردن. نعم. والمفروض انه يعني نحترم شويه الباديه. وايش كان ايش كان حديثه لك يعني ايش؟ انه يقول انا ما قاعد اسوي فيلم وثائقي، انا قاعد اسوي مثلا دراما بدويه، والدراما انا ودي ابحر كيف ما ودي. بس انت هيك بتنقل صوره غلط زي ما انت حكيت. نعم. يعني انا مثلا اكيد اليوم الجيل اللي طالع مثلا هو جيل ممكن ما عنده فكره عن العادات والتقاليد البدويه مثلا، وما عنده فكره عن المراه البدويه، وما عنده فكره عن الرجل البدوي او كيف بيعيشوا او كيف بيحكوا. فعليا زي ما انت قلت والله يا سائل. وايضا الخليج يتابع المسلسلات البدوية الأردنية صح، خاصة بعد ما ظهر يعني على الساحة مسلسلات كانت جميلة جدا انتشرت بالخليج، يعني مثلا راس غليص، نمر بن عدوان، خلاف بن دعيج، يعني المسلسلات هذه الجميلة اللي كان لها قيمة انتشرت على مستوى الخليج. الآن يعني عدم مؤاخذة حتى أهل الخليج لاحظوا الفروقات الموجودة، وهم أصدقائي وأنا قاعد أشوف لاحظوا الفروقات الموجودة ما بين المسلسلات البدوية سابقا والآن. طب شو الهدف أنت من وجهة نظرك سائل؟ مش أنت سألت قبل شوي شو الهدف؟ شو الهدف؟ أنت اليوم لما إحنا بنغير قاعدين بالدراما البدويه، والمفروض هو فن، والمفروض انت اليوم لما بدك تعمل فن تنقل الصوره. نعم. اليوم لما انا بدي اعمل فيلم او مسلسل عن حي شعبي مثلا موجود خلينا نقول بمصر، انا لازم انقل الصوره حقيقيه، المشهد حقيقي. نعم. احنا ليش عم نغير بالمسلسلات البدويه؟ ليش؟ احكي لي. يعني هو تجاره يعني مثلا عشان، ولا هو بده يزرع شغلات براس المتلقي؟ انا اقدر اقول الاثنين. ليش؟ الان موضوع التجاره. ليش؟ الان هم لما يسوون الحركات هذه بالمسلسل يحاولون يجذبون المشاهد، تمام؟ وهم الان يشتغلون على نظام السوشيال ميديا. السوشيال ميديا شو ما خبصت شو ما استفدت اكثر. أيوة. شو ما خبصت شو ما ارتفعت مشاهداتك، تمام؟ فهم يشتغلون على النظام هذا صراحه. واحنا ما نسمح كابناء بادي، والله ما نسمح. يعني ممكن احنا نتحمل لحد حدين ثلاثه، وانا دائما اطرح الموضوع هذا على مواقع التواصل الاجتماعي. والحمد لله الإعلام الحديث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي سمح لنا أنه ننشر الثقافة البدوية الأردنية، سواء أنا والله غيري من البادية الأردنية، سمح لنا ننشر بطريقة يعني بالطريقة الصحيحة، على عكس سابقا يعني الإعلام التقليدي أو خلينا نقول المسلسلات أو الدراما كان في سقف معين، كان في تقصير صراحة، وكان في تقصير صحيح. من الإعلام التقليدي، من الدراما، من جميع الجهات. صح. والآن الحمد لله تفتحت لنا السبل علشان نظرة، لكن المسلسلات البدوية للأمانة أنها تتعدى الخطوط الحمراء باتجاه أهل البادية. سائد، الحديث معك لا يمل والله العظيم. يعني أنت شخصية جدا رائعة، واللي أكثر شيء أنا فعليا أعجبت فيه إنه كلامك وصراحتك
وطريقتك في تناول حتى المواضيع لو كانت حساسة، أنت بتعرف كيف توصلها للمشاهد أو للمتلقي، سواء عندك على صفحاتك أنت الخاصة فيك أو حتى من خلال قناتنا إحنا. أنا بدي أشكر وجودك معنا. الله يعطيك العافية. نورتنا وشرفتنا. أنا سعيد جدا بمعرفتك، وكان لقاء جميل جدا صراحة. والله وأنا أسعد يا سائد، وفخورة جدا فيك، وتحياتنا أكيد لكل البدو اللي بيحضرونا واللي بيتابعوك أنت يعني خاصة. البدو والفلاحين والمدنيين وجميع الفئات الموجودة بالأردن. الله يسلمك. يعني كان معنا فعلا لقاء جميل جدا، وطبعا بتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة عليك يا سائد وعلى العائلة الكريمة.